فيديو النهارده هنتكلم عن اهم 4 هرمونات في عالم كمال الاجسام. الهرمونات دي بتتفرز في جسم الانسان بصوره طبيعيه. الهرمونات دي شغلها يا اما هتزودك كتله عضليه يا اما هتقللك الكتله العضليه. الوظائف الثانيه للهرمونات دي يا اما هتزود لك الدهون اللي في جسمك يا اما هتحرقها لك. عايز تعرف ايه هي الهرمونات دي؟ يلا بينا نتكلم. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. في الفيديو النهارده هنتكلم عن اهم 4 هرمونات لينا كلاعيبه حديد او في عالم كمال الاجسام. ايه هم ال4 هرمونات دول؟ اول حاجه هرمون الانسولين، ده يعتبر اهم هرمون بيتفرز في جسم الانسان وليه علاقه بلعبه كمال الاجسام والحديد. اهم هرمون ده لو قدرت تتحكم فيه هيفرق معاك جدا في الفورمه اللي انت بتحلم بيها. اول حاجه هرمون الانسولين من بعض وظايفه ان هو بيعمل حاجتين. اول حاجه لو في المستوى الطبيعي بتاعه بياخد الغذاء والاحماض الامينيه بينقلها للعضلات. تاني حاجه لو في مستوى عالي ليه، لو الهرمون الانسولين في مستوى عالي ليه، جسمك هيبطل يحرق دهون وهيخزن دهون. دلوقتي انت واحد بتاكل وجبه فيها كميه كارب عالي، فيها كارب بسيط، بتاكل سكريات، بتاكل اي حاجه من اللي انت بتاكلها اللي هي المضره. الانسولين بيعمل ايه بقى الفتره دي او بيشتغل ازاي في جسمك؟ بمجرد اما انت تاخد الكارب بصوره كبيره الانسولين بيعمل حاجه اسمها انسولين سبايك. الحركه دي احنا مش عايزينها تحصل في الجسم خالص. الحركه دي بتاثر على بقيه الهرمونات بتاعه الجسم. تاني حاجه جسمك بيخلي الدهون اللي فيه وبيخزنها. الانسولين سبايك دي احنا مش عايزينها خالص تحصل في الجسم. عايز تحافظ على معدل الانسولين الطبيعي في جسمك، دايما حافظ على ان سكر الدم يبقى من 80 ل 120. بص على الجدول اللي انا هحطه لك ده كده، من 80 ل 120 دي كده الحاله الطبيعيه للانسولين. ازيد من كده حاله خطر واقل من كده حاله خطر. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان الانسولين ده اكتر هرمون لازم تتحكم فيه. تاني هرمون معانا وهو هرمون الجلوكوجين، بيتفرز برضه في البنكرياس. شغله ده بقى يعتبر عكس شغل الانسولين. ده وظيفته ان هو بياخد الخلايا الدهنيه بيحولها لطاقه. يعني احنا عايزين الهرمون ده دايما مستواه يبقى عالي في الجسم. هنحصل على الموضوع ده ازاي؟ ان هرمون الانسولين دايما يبقى في حالته الطبيعيه. بمجرد اما هرمون الانسولين بيعلى او سكر الدم بيعلى عن ال 120، هرمون الجلوكوجين ده بيقل جدا وبيبطل يتفرز وبيبطل شغل. فاحنا دايما عايزين هرمون الانسولين يبقى في الحاله الطبيعيه بتاعته. ثالث هرمون وهو هرمون النمو، الجروث هرمون. الجروث هرمون ده يعتبر برضه من اهم الهرمونات لينا كلاعيبه حديد. بيتفرز بعد التمرين، بيتفرز وقت النوم. اهم فوائده ان هو بيحرق الدهون وبيزود النيتروجين ريتنشن وبيزود تخليق البروتين في العضلات. الهرمون ده بيشتغل برضه لما بيكون نسبه الانسولين عندك في مستواها الطبيعي. بمجرد اما الانسولين بيزيد هرمون النمو بيبطل شغل. رابع هرمون واخر هرمون هو هرمون الكورتيزول او هرمون التعب. بيتفرز وقت التوتر والمجهود البدني الزائد. ده وظيفته ان هو بياخد الاحماض الامينيه اللي جوه العضلات بيحولها لطاقه وبيخليها مصدر للطاقه. فاحنا الهرمون ده مش عايزينه يعلى عندنا باي شكل من الاشكال، وعشان نحد من زيادته لازم دايما نحافظ على مستوى الانسولين وسكر الدم في الجسم. يبقى احنا اتكلمنا في الحلقه دي عن 4 هرمونات مهمه لينا كلاعيبه حديد، وهم الانسولين وده الكينج. بعد كده يجي هرمون الجلوكوجين والهرمون النمو وهرمون الكورتيزول. هرمون الانسولين بيأثر في ال3 هرمونات اللي باقيه. هرمون الانسولين في مستواه الطبيعي كده بقيه الهرمونات بتشتغل بصوره كويسه لجسمك. طول ما الانسولين في الحاله الطبيعيه بتاعته او سكر الدم من 80 ل 120 كده جسمك في حاله بنى في الانابوليك زون. بمجرد اما الانسولين بيعلى في جسمك كده انت جسمك بيخزن دهون، بيستخدم البروتينات كمصادر للطاقه. كده جسمك بتلخبط كده بمعنى اصح. عشان نحافظ دايما على ان الانسولين يبقى مظبوط في جسمنا دايما ناكل كارب معقد، نبعد خالص عن الكارب البسيط. الكارب المعقد زي الشوفان، زي البطاطا، زي البطاطس، زي الرز البني، حاجات كتيره جدا. كده اكون خلصت حلقه النهارده. لو محتاجين نعمل حلقه مخصوص عن كل هرمون في الجسم واتكلم عن كل هرمون باستفاضه والدراسات اللي اتعملت عليه وفوائده، يا ريت تعرفوني تحت في الكومنت. كده اكون خلصت حلقه النهارده. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنت. ما تنساش اللايك، تشترك في القناه لو مش مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.